هو ايه السبب ان احنا بنحس بانعدام الشغف او ان احنا مش عاوزين نذاكر او ان احنا ما بقيناش نحس بطعم الحياة زي ما كنا اطفال؟ الحاجات اللي كانت بتفرحنا زمان واحنا صغيرين ما بقتش تفرحنا خلاص، الحياة كده بقى مش حلوة. هكلمكم عن السبب ورا الموضوع ده بشكل علمي. طيب، ده المخ البشري بتاع الانسان، وده الجزء الامامي اللي اسمه فرونتال كورتكس او القشرة الجبهية. دون الدخول في تفاصيل النيورو اناتومي او تشريح الدماغ بتاع الانسان يعني، ففي كده جزء معين كده في المخ اسمه سترايتم. الجزء ده مليان اعصاب، مليان كده مجموعه كتيره جدا 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 كده من الاعصاب. بتاكل اكل فيه ماده اسمها تيروزين، ده حمض اميني بروتين يعني. التيروزين ده بيتحول جوه الخلايا العصبيه لماده اسمها دي هيدروكسي فينايلامين، وتتحول بعد كده لماده اسمها الدوبامين. يعني التيروزين بيتحول لدوبا، بيتحول لدوبامين. الدوبامين ده بيتخزن جوه الاعصاب دي، والاعصاب دي بشكل ما متصله كده عن طريق باثواي الى الفرونتال كورتكس او الفص الامامي من القشره الدماغيه اللي هي القشره الجبهيه. ربنا خلى الدوبامين ده بيخرج على هيئه حاجه اسمها ريورد سيستم. يعني الدوبامين ده هو اللي بيديك احساس ان انت عاوز تعمل حاجه. يعني ان انت لما بتفتح عينك في الصبح، ايه اللي بيديك طاقه ان انت تقوم تغسل ايدك؟ ايه اللي بيديك الشغف او الاحساس ان انت عاوز تقوم تنزل الجامعه، تنزل الشغل؟ بغض النظر عن ان انت يعني في احيانا بتكون مجبر، ولكن من جواك يعني ايه اللي مخليك تعمل كده؟ ليه انت ما كملتش نوم؟ هو الدوبامين ده اللي بيدفعك تعمل فعل معين في الحياه، ده اللي بيديك الشغف للحاجه. اللي بيحصل كالاتي، ان الدوبامين ده بيكون موجود في الاعصاب اللي انت شفتها بكميه معينه. الكميه دي كل فتره بيحصل لها ريسايكل او اعاده تجديد. هو يدخل تيروزين تاني او احماض امينيه تاني، تاكل تاني، تتكون دوبامين تاني ويتخزن مره تانيه. ولنفترض دلوقتي ان في كميه من الدوبامين مقدارها بالشكل ده كانت موجوده في الباثواي او في الاعصاب بتاعه المخ دي اول ما انت صحيت من النوم الصبح. الكميه اللي هي كميتها قد كده ربنا عاملها، او ربنا مخلي الكميه دي عشان تقضي احتياجات الحياه. اللي هي ايه احتياجات الحياه؟ اللي هو ان انت زي ما قلت ان انت تعمل شغل، ان انت تاكل، ان انت عاوز تقوم من النوم، تتحرك، تعمل رياضه، اللي هي الحاجات الاساسيه بتاعت الحياه. وكل ما تعمل فعل معين شويه من الدوبامين دول يطلعوا يروح يحسسوك باحساس الانجاز، احساس الله الحاجه دي حلوه، احساس ان الحاجه دي تستحق التعب والمجهود، احساس ان انت مستمتع بالفعل ده اللي هو الشغل، العمل، الدراسه، المذاكره. ولكن احنا بقى خدنا الموضوع في طريقه تانية او في سكه تانية. ازاي؟ فلو عملنا جراف بسيط كده بالعلاقه بين الاكشن الفعل ومستوى الدوبامين اللي بيخرج، هنلاقي مثلا ان انت لما تعمل عمل بسيط اللي هو مثلا بتذاكر، تلاقي الدوبامين زاد بالكميه دي وبعد كده رجع طبيعي تاني. ان انت مثلا لما تقوم تروح الشغل بتاعك، تلاقي الدوبامين زاد بالكميه دي ورجع تاني، فاعطاك احساس الانجاز. لما انت مثلا تقوم تسلم او تزور قرايبك، يديك مثلا احساس بالكميه دي، وهكذا. تخيل كده معايا سيناريو ان انت قمت الصبح قعدت ساعه ماسك الفون بتاعك عمال تقلب على تيك توك. فكل فيديو على تيك توك بتقلبه انت ممكن تقعد ساعه مثلا تقلب اكتر من 100 فيديو. يعني انت بتسكرول كده الفيديو بياخد 10 ثواني، دقيقه بالكتير، فانت ممكن في الساعه تقلب اكتر من 100 فيديو. كل فيديو بيديك جرعه من الدوبامين يروح ينزل تاني، بس الجرعه دي لو ملاحظين اعلى بكتير من الجرعه اللي بيديها لك الحاجه الطبيعيه اللي في الحياه. فانت مثلا تروح تدخل على الفيديو التاني يروح يديك جرعه من الاحساس السعاده، الله الفيديو ده حلو، ويروح ينزل تاني، وهكذا. تفضل لمده ساعه يحصل كده زجزاج كده او الكيرف كده يفضل بالشكل ده لحد ما تقفل التيك توك. ايه النتيجه بتاعت ده؟ النتيجه بتاعت ده حاجتين. الحاجه الاولى ان انت اعطيت كميه دوبامين اكتر من الطبيعي في وقت قصير قوي. النتيجه الثانيه ان انت استهلكت كميه من الدوبامين اللي المفروض كانت مقدره ليك ان انت تستخدمها في حاجات تانية او عشان تحسسك بالانجاز والسعاده وشعور الشغف في حاجات تانية في الحياه اللي هي الحاجات الاهم. طب تخيل معايا سيناريو تاني، حد مدمن. ولنفترض ان دي مثلا السجاير، تلاقي اول ما بيشرب سيجاره الدوبامين مثلا كميته طبيعيه اللي هي ربنا خلقها كميه العاديه اللي هي مش عاليه قوي. اول ما يشرب السيجاره يحصل ويروح ينزل تاني مستوى الدوبامين. نفس الفكره مع ادمان اي حاجه تانية. ولنفترض مثلا الحشيش، المخدرات، الاباحيه برضه بتعمل نفس الفكره. مستوى الاباحيه كمان، الاباحيه هتلاقي المستوى بتاع الدوبامين عالي خالص خالص في الاخر كده. اي ماده ادمانيه، اي حاجه بتساعد على الادمان بتعمل كده. حتى الاغاني على فكره، كل الحاجات اللي ذكرتها دي بلا استثناء بتعمل حاجه اسمها دوبامين ديليوج، او يعني انغمار الخلايا العصبيه اللي في المخ اللي انت شفتها بدري بالدوبامين. طب وايه مشكله الحاجه دي؟ ان عقلك او الخلايا العصبيه بتاعت المخ بيحصل لها حاجه اسمها ديسنسيتيزيشن او ازاله الحساسيه. بمعنى تخيل دلوقتي انت بتاكل فاكهه، بتاكل تفاحه، بتاكل موزه، بتاكل جوافه، فيها كميه من السكر طبيعيه ربنا خلقها، فانت حاسس طعمها حلو. طيب تخيل قبل ما تاكل الفاكهه دي رحت اكلت مثلا قطعتين بسبوسه كبار، دي فيها كميه سكر كبيره جدا، شوجر ديلوج. فبعد قطعه البسبوسه او قطعتين البسبوسه لو انت اكلت الفاكهه دي هتحس ان الفاكهه دي طعمها وحش، مش مسكر، مش صح؟ نفس الفكره بالظبط بتحصل مع مين؟ مع الدوبامين. لما انت تعمل اكشن او حاجه تديك كميه عاليه جدا من الدوبامين زي ما شفت على الكيرف من شويه،
الافعال اللي كانت المفروض تحسسك بالسعاده طبيعي مش هتبقى ليها طعم، مش هتحسسك بالسعاده بشكل طبيعي. نفس فكره السكر، حصل ديسنسيتيزيشن، ازاله حساسيه. المخ ما بقاش يتحسس بكميه الدوبامين الصغيره اللي بتطلع مع المذاكره، ما بقاش يتحسس بكميه الدوبامين الصغيره اللي بتطلع مع الجيم. فاهمين الفكره؟ لان مخك اتعود ان في مصدر تاني، المصدر ده بيديه كميه دوبامين اعلى بكتير. هتلاقي مع الوقت ان انت بتذاكر الكيرف عادي بيطلع كميه دوبامين قليله جدا، بس الكميه دي بطلت تحسسك بالسعاده. ليه؟ لان انت كنت اكلت قطعه بسبوسه كبيره قوي قبلها، فالفاكهه التفاحه العاديه بطلت تبقى مسكره في بقك. فاهمين؟ مش بس كده، ده كمان المراكز بتاعت الدوبامين دي بتفتكر الوقت والمكان اللي حصل فيه البيك بتاعت الدوبامين، اللي هو الوقت اللي حصل فيه الدوبامين بقى اوفر زي ما انتوا شفتوا على الكيرف. بمعنى واحد مثلا اول مره او مثلا متعود انه يشرب سجاير كل يوم بعد مثلا المغرب، فتلاقي ان هو بعد المغرب كل يوم يحس انه مقريف. ليه؟ لان في الوقت ده المخ بتاعه كان حافظ ان الوقت ده هو اللي انا باخد فيه دوبامين عالي، فمخه يبدا يدور على مصدر ياخد منه الدوبامين اللي هو السجاير. نفس الفكره زي ما قلت مع التيك توك، نفس الفكره مع الاباحيه، نفس الفكره مع اي حاجه بتدي دوبامين عالي جدا. طيب تمام، احنا فهمنا. والحل بتاع ده ايه الحل بقى؟ ان احنا نعمل بريك للسايكل دي، نكسر الحاجه دي. الموضوع في الاول هيكون صعب جدا، لان هو اشبه بالادمان. انت هتعيش يوم 2 3 وممكن يوصل لاسبوع ان انت مش حاسس بالحاجات ومتضايق جدا. ليه؟ لان كميه الدوبامين القليله دي مش محسساك بطعم الحاجات الحلوه في الحياه اللي هي المفروض كانت بتحسسك بحاجات يعني طبيعي. هتحس انك متضايق لحد ما مخك يبدا يتكيف مع الوضع الجديد. وبالتالي الحل هو ان انت تقطع الحاجات اللي هي بتحسسك بالسعاده الاوفر دي، خصوصا الحاجات دي لو كان فيها ادمان. والحل الثاني هو ان انت تعمل حاجه اسمها دوبامين ديتوكس، والتخلص من سميه الدوبامين، لان الكميه العاليه دي اوفر بتعتبر سميه. الدوبامين ديتوكس ده انا عملت عنه فيديو زمان، ممكن تعملوا سيرش عنه قبل كده يعني، او تدوروا على ازاي بنعمل دوبامين ديتوكس. دول ناس بيصوموا عن اي حاجه بتديهم دوبامين بجرعه عاليه، بيقعدوا تقريبا فتره معينه صايمين عن كل الحاجات اللي بتديهم دوبامين عالي، السوشيال ميديا، الاغاني، السجاير، اي حاجه فيها ادمان. وبنركز بقى على الحاجات اللي هي الحاجات الطبيعيه بتاعت الحياه، ان احنا نذاكر، نقرا كتب، نعمل رياضه، نتامل، يعني نزور اهلنا. بنعود تدريجيا للحياه الطبيعيه بتاعتنا. الفترة دي المخ بقى بيتكيف على الدوبامين القليل ده، فبتبدأ مخك يحس مرة تانية ان السكر القليل اللي كان في التفاحة ده طعمه حلو قوي. الله، ده التفاحة بقى طعمها حلو، ده الجيم بقى حلو جدا، ده الرياضة، ده المذاكرة بقت جميلة جدا. الله، انا عارف. فاهمين الفكرة؟ ولما ترجع بقى من فترة الدوبامين ديتوكس دي مرة تانية، ما ترجعش لنفس الحدة بتاعت الحاجات اللي كانت بتديك ادمان بالشكل ده، لا، تحاول تستخدمها بحكمة. يعني بدل ما مثلا في الاول كنت بستخدم السوشيال ميديا مثلا لمده 5 6 ساعات يوميا، لا دلوقتي مش هستخدمها غير 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه بالكتير في اليوم، بحيث ما يحصلش تكيف على الكميه العاليه بتاعت الدوبامين. فاهمين الفكره؟ وبالتالي كل الحاجات اللي انا ذكرتها دي وظيفتها ان هي بتسرق مننا الحلاوه، او بتسرق مننا متعتنا بالحياه الطبيعيه، بتخلينا مش قادرين ننجز حاجه، بتخلينا مش قادرين يعني او مش حابين الحياه بشكلها الطبيعي، فنلجا للحاجات الادمان. فالشركات بتاعت السجاير تكسب، الشركات بتاعت الحشيش تكسب، المواقع بتاعت الاباحيات تكسب. ده كله بسبب الدوبامين سنترز اللي عندنا. اتمنى الموضوع ما يكونش معقد، واتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا اعمل لايك وريبوست، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.